بنزيما يكتب النهاية مع ريال مدريد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك واشتراك، هذا ليس امرا لكن فضلا في القناة. كريم بنزيما يفكر جديا في عرض نادي الاتحاد السعودي، العرض المغري المبلغ الذي سيتفقده كريم بنزيما 400 مليون يورو لمدة موسمين. كما أن العرض أيضا يتيح لكريم بنزيما المشاركة مع أي نادي في الدوري السعودي إذا أمكن. بنزيما الذي بيريز أعطاه مهلة ليوم الأحد القادم لكي يحسم موقفه بالنسبة للعرض السعودي أو التكملة مع ريال مدريد. كريم بنزيما الذي ريال له بدائل كثيرة يختار بينها حاليا: هاري كين وفيرمينيو وأوسيمين والفاريز، أسماء كبيرة يا جماعة. ولكن حلم كل مدريدي هاري كين الذي يسجل 30 هدف على الأقل كل موسم مع توتنهام في أصعب دوري بالعالم. ما بالك لو جاء ريال مدريد مع خط وسط كامافينجا والفيردي وتشاوميني وبيلينغهام، ولكن الصفقة لم تتم لأن ريال مدريد لا يريد أن يدفع الكثير من الأموال في صفقة، والأنظار كلها تتجه إلى فيرمينيو البرازيلي لأنه سيتأقلم بسهولة مع رودريجو وفينيسيوس. كما أن اللاعب سيأتي مجانا، لن يتكلف الريال سوى راتبه. وهناك لاعبين راجعين للريال تأكد حتى الآن: فاران غارسيا وإبراهيم دياز وبيلينغهام. هذا الثلاثي هو الأكيد حتى الآن للريال. عندنا بعد كده صفقة ليونيل ميسي يا جماعة، العرض الوحيد المقدم له حتى الآن، العرض التاريخي نادي الهلال السعودي، العرض الخرافي اللي هو 350 مليون يورو في الموسم. ولكن ميسي ينتظر عرضا من برشلونة، ولكن برشلونة لم يقدم له عرضا حتى الآن. برشلونة لا يملك رفاهية الأموال الكثيرة ليدفعها راتب لميسي، ولكن ميسي في النهاية سيقوم في العرض السعودي ويتجه إلى السعودية التي بقت وجهة أغلب نجوم العالم، والتي كان أولهم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، وبعدهم كريم بنزيما وليونيل ميسي، وإن شاء الله هنلاقي لعيبة كثيرة كبيرة تروح الدوري السعودي. ولكن رأيكم يا جماعة، ليونيل ميسي هتتم الصفقة وكريم بنزيما هيوافق على عرض الاتحاد؟ كلها يا جماعة أخبار وتأكيدات، لكن